الواحد بيندهش من تفوق شركة ابل، وبنشوف مدى تسارع الناس ان هم يشتروا الايفون بمجرد صدور، حتى لو كان سعره عالي جدا، سواء كان الهدف التقنية اللي فيه او انه يتقال عليه انه شايل ايفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام أسامة وأنت تتفرج على قناة فهمني. فكرة القناة إن أنا أقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وصلوا لمكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. فلو حابب تستفاد اشترك في القناة. لو أنت وصلت للحلقة دي أهنيك إنك وصلت للخطوة المهمة واللي هتفهم فيه عن عالم البيع، رجال الأعمال والمؤسسات والشركات المالتي ناشونال وإزاي قدروا يوصلوا للإنجازات اللي حققوها زي ماكدونالدز وأبل وغيرهم كتير. هتفهم يا صديقي مين هو البي صاحب الشركة وإيه الخطوات اللي مشي عليها عشان يحقق النجاح. وأخيرا هل ممكن أتنقل من الإي والاس للبي؟ فحضر كوب قهوه وصلى على النبي وندخل في المفيد. اتكلمنا عن عالم الاي الموظف وعن عالم الاس صاحب المهنه الحره، وعرفنا فيها حاجات كتيره وازاي هم بيفكروا وازاي انتقل من تفكير الاي لتفكير الاس، ووصلنا دلوقتي لعالم البي اصحاب الشركات. واول سؤال هيجي في ذهني مين هو البي؟ البي يا صديقي هو صاحب الاعمال والقائد اللي يقدر ينجح اي شركه وبيقدر يخلق فرص عمل لاشخاص ممكن يكونوا اذكى منه، ولكن يظل هو العقل المدبر في كل شيء وهو من يضع النظام. وده ياخدنا لنقطة مهمة، هل العمل على وضع وتطوير نظام أفضل أم العمل على إنتاج أفضل منتج؟ والإجابة على السؤال ده خليني أضرب لك مثال بسيط. مين فينا يقدر يعمل همبرجر أفضل من ماكدونالدز؟ هتقول لي أنا، هقول لك تقدر تسواه أفضل منها؟ طب سؤال تاني، مين من الشركات اللي موجودة في السوق يقدر يعمل شكل الآيفون؟ وبتكلم على الحديدة نفسها مش نظام التشغيل. هتقول لي كتير يقدروا يعملوا، هقول لك هل يقدروا يعملوا نظام أقوى منها وتسويق أفضل منها؟ وده يلفت نظرنا لحاجة، والحاجة دي مش اللي احنا شايفينها قدامنا. أي منتج بيطلع بيبقى وراه نظام كامل هو المسؤول عن نجاح المنتج ده. طب ايه هو النظام ده؟ النظام يا صديقي هو المنهج والقواعد اللي محطوطه والكل ملتزم انه ينفذها، من اداره جوده وتخطيط واداره تسويق واداره مبيعات وادارات كتيره بتشتغل على نجاح المنتج ده. كتير مننا دخل ماكدونالدز، لاحظ فيها حاجه، لو جيت بصيت للنظام اللي حاطينه عشان يطلعوا اول سندوتش همبرجر هتلاقي ان في نظام معين في ترتيب مطبخ التحضير، وكل عامل مسؤول عن حاجه واحده معينه بس، وبكده هيكون في سرعه في الاداء. المزارع المتعاقده مع ماكدونالدز ملتزمه ان هم يوردوا اللحوم بمواصفات معينه، فضلا عن ان طعم السندوتش والبطاطس والمخبوزات نفس الطعم في كل الفروع حرفيا. الديكور هتلاقيه نفس الديكور في كل سلاسل ماكدونالدز. الاعلانات اللي بيتم الترويج لماكدونالدز فيها كله بيشتغل بنظام مترابط يقدر يخدم هدف واحد، وده اللي خلى فيه حاجه اسمها ماكدونالدز وخلى فيه شركات كتيره بتكبر وبتحقق نفس الانجاز. نقدر نقول عشان المؤسسه تنجح محتاجه نظام قوي يقدر يديرها. من خلال النظام ده يقدر صاحب العمل ان هو ياخد اجازه طويله والشركه بتاعته شغاله وبيحقق ارباح، لانه بنى نظام وليس عمل. هي تفرق؟ ايوه تفرق. النظام تقدر المؤسسه تشتغل وتنفذ كل المشاريع من غير وجودك، اما العمل فالمؤسسه مرتبطه بيك، انت اللي بتشغلها ومن غيرك كل حاجه تقف. وده ياخدنا للنقطه الاخيره، هل ممكن ننتقل من عقليه الاي والاس لعقليه البي؟ السؤال ده بيتوقف عليك انت يا صديقي، واللي قال عليه روبرت كيوساكي انك انت تقدر تبني نظام قوي وتقدر تقود الافراد. وعلى فكره كل الكلام اللي قلته لك قبل كده والكلام اللي بقوله لك دلوقتي قال عليه روبرت كيوساكي. انا بحاول بس اشرح لك الكتاب باسلوب بسيط والامثله اللي انت تقدر تفهمها. ودلوقتي خليك فاكر ان بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت لم يصنع منتج عظيم، ولكن اشترى منتج شخص تاني بنى عليه نظام عالمي. ومن هنا انتهت حلقتنا، ومستنيك في الحلقه اللي جايه واللي هتفهم فيها عن عالم الاستثمار. واخيرا اتبسطت جدا ان قدرت اوصل لك معلومات تقدر تفيدك في حياتك وتقدر تنتفع بيها، ومن خلالها باذن الله تقدر توصل لحلمك. ما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بيها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.